جايبه نص كيلو من الفضي المائي، وكان عندي شويه من الذهب المائي. عايزه اقول لكم الذهب المائي حلو جدا، لونه ما بيغيرش. كنت جربت قبل كده ذهبي اسمه ذهبي ايطالي. الدهب الايطالي بيدي درجه حلوه جدا، بس عيبه ان هو مجرد ما بيقعدش معاكي شهر ولونه بيغير. تمام. الدهب المائي والفضي المائي لونهم ما بيغيرش، وهوريكي طريقه كمان ازاي تحافظي عليهم ان هم لونهم ما يغيرش حتى لو بعد سنين. زي ما انتم شايفين كده الفضي المائي بتجيبي اي نوع او اي ماركه، انت مجرد بس بتروحي عند الموان بتقول له عايزه فضي مائي وذهبي مائي. الدهب المائي احنا مش هنجيب منه كتير، كفايه قوي ربع كيلو وهيقعد معاكي كتير يعني. وجبت بقى نص كيلو من الفضي المائي، هحتاج حاجه بسيطه جدا من الذهبي، يعني مش هخلص العلبه دي. كانت عندي بصوا شويه فايضين كده، بس اما باجي ازود بزود واحده واحده عشان الدرجه ما تطلعش معايا غامقه. بفضل ازود لغايه ما بجيب الدرجه اللي انا عايزاها. تمام. درجات الشامبين في درجات كتير من اول الفاتح لغايه الغامق، فانت بتبداي تزودي على حسب اللون اللي انت مرتاحه ليه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين ببدا احط شويه شويه. طبعا الفضي المائي جاي تقيل، فببدا ازوده بشويه ميه بردك كميات، يعني بقى بحط شويه شويه لغايه بصوا ما بلاقي القوام بتاعه بقى سهل بالنسبه لي، ما بقاش تقيل قوي ولا بردك خفيف قوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده خلاص كده دي الدرجه اللي انا عايزاها. هي على فكره مش واضحه في الكاميرا، هوريها لكم في الاخر، هي لونها غير كده يعني، هنا واضح ان هي فاتحه. هنبدا نعمل تاني. هنا بقى كنت حطيته في طبق كبير شويه عشان يبقى سهل معايا. وبعد كده جبت شويه من عند الموان ب5 جنيه زنك. الزنك ليه هوريكم دلوقتي. وكان عندي شويه من الغيره، ببدا احط عليها كده معلقه وابدا اقلبها بايدي حتى عشان اعرف طبعا اتحكم في ان انا يعني ادوبهم كده مع بعض لغايه ما يدوني زي حته معجونه. وبعد كده طبعا الترابيزه معايا فيها زي شروخ وفتحات كده، عايزه اقفلها الاول قبل ما ادهنها عشان طبعا ما تبقاش باينه معايا في الدهان. الطريقه دي احسن كمان من المعجون اللي هو بيبقى جاهز يعني. زي ما انتم شايفين كده ببدا ادوبها حلو مع الغيره. بعد كده بقى نبدأ نجيب الترابيزة بقى بتاعتنا ونشوف بقى مطرح الفتحات، او لو في اي حاجة عايزة اداريها يعني شروخ اي حاجة. هنا كانت الناحية دي الرجل اللي كانت مكسورة وكنت عاملاها بالغيرة، بس كان برضو باين ان في يعني علامة ان الرجل دي كانت مكسورة. فهبدأ بقى بصوا بالمعجونة اللي انا عملتها هساوي كده الرجل مع بقية الخشب عشان برضو ما تبقاش معايا باينة. برضو لو في اي حاجة برضو تاني بصوا في برضو فتحات برضك هبدأ اداريها كده. دي اولا بتداريلي الشروخ اللي في الترابيزة وبتخلي الترابيزة تمسك معايا كويس. اهو ببدأ برضو يعني اي حاجة في الترابيزة هنجيبها برضو كده من فوق. في هنا برضك فتحات كده هبدأ برضو اداريها. وطبعا وانتي يعني بتحطي المعجون حاولي تخليه يعني تنعميه بايدك كده عشان يبقى سهل معاكي لما بنيجي نصنفره. طبعا الخطوات دي مهمة عشان طبعا لما تيجي تدهني تبقى الحاجة مدهونة على نظافة، مش مجرد ان انتي بتدهني وخلاص. هنا زي ما انتوا شايفين اي فتحة عندي بداريها بالمعجون ده. زي ما انتوا شايفين هسيبها لما تنشف. وبعد كده بجيب اي صنفرة من عند الموان بقول له عايزة صنفرة بتاعت خشب بيديهالك، هتجيبي بس او ممكن ربع متر بيكفيكي حلو جدا. تمام. هبدأ اجيب كده وهبدأ طبعا دي كانت مدهونة قبل كده لاكيه، كنت دهناها لون لاكيه كان لون ابيض، بس طبعا زي ما انتوا شايفين اللون الابيض اصفر وبقى شكله مش حلو. لكن هما في الاصل كانوا مذهب، يعني كانوا جايين مع صالون مذهب، فطبعا انا غيرت شكلهم فحبيت ان انا ارجع اللون الذهبي تاني، لان طبعا الذهبي بيدي كده زي ما قلت قبل كده ان ده لون الملوك بيخلي كده الحاجه تنطق.
طبعا جبت رولة كده صغيرة، حاولت اعمل بيها زي ما انتوا شايفين كده، بس للاسف ما مشيتش معايا على الترابيزة. فالاحسن ان انتوا تعملوا الموضوع ده بفرشة، الفرشة حلوة. انا دلوقتي هسيب الرولة، وهبدأ اجيب فرشة وهبدأ ادهن بيها الترابيزة. بصوا يعني بحاول ان انا اعمل بيها، مش راضية تغطي يعني وتجيب لي اللي هي الحاجات اللي هي ايه واطية كده، لا. بصوا مش يعني مش بتدهن معايا كويس. بصوا يعني دهنت كده بال حتى الحاجات اللي جوه دي مش راضيه تجيبها. هنا بقى كنت طبعا جبت الفرشه. بصوا الفرشه سهله جدا ان انت تقدري تجيبي الحتت الغويطه دي، وبتدي تغطيه حلوه، يعني التغطيه بتاعتها حلوه زي ما انتوا شايفين كده. ببدا ايه امسك جزء جزء. طبعا هي هتاخد وش، وبعد كده بعد ما بينشف، هو ما بياخدش بكتير قوي، ربع ساعه الدهب المائي بينشف بسرعه. هديها وش وهرجع اعيد عليها كمان وش، عشان طبعا يبقى تغطيته حلوه، يعني ما يبانش اللي هو اللون اللي كان قبل كده. دي كانت ساعة عندي. طبعا فكيت القرص بتاعها وقلت كده اغير من لونها، بدأت اجيب اللون الذهبي وبدأت امشي عليه بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا عايزاها اللون الاسمر اللي فيها ما يروحش، يعني مش عايزه ادهنها كلها، عايزه اللون اللي هو الاسود يفضل فيها. وده كان كده شكلها بعد ما خلصت. طبعا هبدأ اركب الساعة طبعا واعلقها واوريها لكم في الاخر. وده كده بقى شكلها في الاخر. بصوا رجعت جديدة اكتر من الاول. الاول كان اللون الدهبي بتاعها مطفي كده وكان شكله مش حلو بصراحة. وده كان شكل بقى الترابيزات بعد ما خلصت. بصوا الدرجة بتاعت الدهبي عاملة ازاي، الشامبين مش الدهبي، انا اسفة. الشامبين لون حلو جدا، ولون من الوان الذهبيات اللي هي الهادية، مش الدهب المزعج. بصوا الجمال. تعالوا بقى مع بعض اوريكم. آه طبعا طريقة بقى تخلي اللون مهما عدى عليه وقت ما غيرش ابدا. تمام. بصوا اللون بقى ده كده في النور الابيض، بصوا اللون عامل ازاي. يعني عايزه اقول لكم الترابيزه رجعت احلى من الاول. ايه بقى الخطوه اللي احنا هنعملها عشان اللون ما يغيرش؟ ده كان عندي ورنيش مائي. الورنيش المائي ده تقدري تستخدميه لو انت دهنه اللون الشامبين ده على ترابيزات، على في كورنيشه، الكورانيش بتاعه السقف. بعد ما بتخلصي اللون الدهبي بتجيبي الورنيش المائي وبتبدأي تدهني عليه مطرح الكورنيشه، مطرح الترابيزه، حاجه زي الساعه اللي انا عملتها. اي حاجه انت دهناها بالذهبي حطي عليها ورنيش مائي، لا يمكن لونها يغير. دي يعني عايزه اقول لكم الطريقه دي انا مجرباها اكتر من مره. زي ما انتوا شايفين هو لسه ما نشفش. اول ما بينشف اللون الابيض اللي انتوا شايفينه ده بيروح، بيختفي خالص. انا هسيبها لما تنشف وهوريها لكم بقت لونها عامل ازاي. بصوا اللون الابيض لسه برضو باين فيها. هسيبها لما تنشف خالص وبعد كده تعالوا بقى ما نشوفها مع بعض. هنا بقى كانت خلصت. بصوا رجعت جديده كأني لسه جايباها من عند اللي هما بيعملوا الدهانات والكلام ده كله. لا انا معجنتها وحطيت لها اللون اللي انا عايزاه ورجعت جديده. تقدري برضه تستخدميه في الصالونات لو عندك صالون عايزه تدهنيه نفس الطريقه. وادي شكل الساعه بعد ما خلصت. بصوا الجمال، لونها بصوا بقى مزهزه ازاي، لونها بقى حلو جدا. يا ريت بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واكتبوا لي بقى تعليق حلو كده، واقول لكم مع السلامه.